السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كده من غير مقدمة ومن غير أي حاجة خالص، هنخش على السريع كده وهنعمل عيش الشاورما أو عيش السوري، يعني حسب ما بيتسمى بقى. بس هو إيه الرقاق الطري عندنا، يعني لأي المسمى اللي انتوا عايزين تسموه. أنا هاعمله بطريقة بسيطة جدًا كده وسهلة، وهاسرّع معاكم في الفيديو عشان أنا هاعمل كمان الحشو اللي هاعمله أجرّبه معاكم، وهيطلع روعة وجميل جدًا. أنا عندي هنا كيلو دقيق، حطيت كوبايتين مَيّة عليه، هو طبعًا كيلو دقيق بيبقى 8 مجّات من المجّات اللي أنا حطيتها دي. فأنا هاحط كده كوبايتين في الأول، وأخلّي جنبي كوباية مليانة. لو عُزت منّه باخد كده زي ما أنتم شُفتوا، هاقول لكم دلوقتي كيلو دقيق خَد معايا قد إيه بالضبط مَيّة، تمام؟ هو خَد بالضبط كده كوبايتين ونُص، يعني كوبايتين ونُص مَيّة على الكيلو دقيق. أنا هاعمل كمية حلوة كده من العيش، فإن شاء الله يطلع معانا جميل جدًا. لو أنتِ ما عندكيش عيش بقى ولا أي حاجة، صحيح أنا حطيت مع الدقيق اللي هي الملح، معلقة ملح. كل اللي استعملناه في المعجنات دي، اللي هي الملح والمَيّة بس ومش أكتر من كده. ولا baking powder ولا أي حاجة خالص تحطّي هو زي الفطير، هيطلع معاكِ زي الفطير، بس مش هنحط ولا baking powder ولا أي حاجة خالص. أنا كنت عايزة أعمل يعني أعمل زي شاورما أو أعمل مثلًا ستريبس، فقُلت إيه، طب خلاص إذا كان كده أعمل بقى الساندوتشات، ما عنديش كان عيش، فأنا قُلت أمّا أقوم أعمل معاكم كده اللي هو العيش السوري دوّة. ما خدش معايا وقت خالص ولا أي حاجة، مع إن الدنيا شتا. بُصّي، لو حاسة إن إيديكِ وجعاكِ ومش قادرة تعجني، اعملي كده زي ما أنا عملت، سيبيه شوية كده، سيبيها يعني مثلًا ربع ساعة، نُص ساعة، شوفي بتعملي إيه وارجعي له تاني واعجني فيه، هتلاقيه سهل معاكِ أوي ومش هياخد وقت خالص. كل أمّا هتريحيه كده وتغطّيه وتسيبيه شوية، هترجعي تلاقيه زي الفل معاكِ، تمام؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا باقول لِك هنا أهو أديني بارجع إيه، يعني باسيبه مثلًا 10 دقايق كده وارجع، والله ما خَد يعني الموضوع كُلّه ما خدش معايا ساعة، وابقى أغطّيه وأروح أشوف هاعمل إيه وارجع إيه، أرجع له تاني. فالمرّة دي بقى سِبته كده عجنته وسِبته، وعندي هنا زي الستريبس كده مقطّعة في الفراخ اللي عندي زي ستريبس، بس أنا مش هاعمله يعني هاعمله كده زي البانيه كده بسرعة علشان هاقطّعه وأحطّه في الشاورما. عندي هنا التوابل بقى جنزبيل وفلفل أسمر والتتبيلة بتاعة اللي إحنا كُنّا عاملينها، يعني التتبيلات كلّها حُطّي اللي أنتِ عايزة تحطّي التتبيلة بتاعته حُطّيه، تمام، وهاقلّبه كده بقى وهابقى أسيبه على جنب. وعشان هاقول لكم بقى إن إحنا يعني يعني هاسيبه يتّبل كده. هنا جِبت بقسماط وهاحط عليه بقية التوابل اللي إحنا قسمناها بالنُص، نفس التوابل اللي أنا حطيتها مع الفراخ حطيتها معاه. هنا بقى هاعمل لكم التومية كمان سريعة جدًا، حطيت 3 معالق نشا، وحطيت يعني كوباية مَيّة كده صغيرة، وحطيته على البوتاجاز، حطيت فلفل أسمر، حطيت ملح كده يعني، وحطيت كوباية الزبادي. هاعمل الخلطة دي كلّها وأنا باسيبها بس عقبال ما تبرد. طبعًا أنا حطيتها على البوتاجاز عشان عملتها يعني سوّيت النشا، وهاروح حاطاها في الخلاط، هتطلع معاكِ بُصّي تومية فظيعة. نسيت أقول لِك إن أنا حطيت التوم، حطيت هريسة توم فيها. أنا الفيديو ده كان طويل أوي، فأنا ما حبيتش إن أنا أطوّله عليكم يعني، فأنا جريته كده زي ما أنتم شايفين. أنتم عارفين إن في مشكلة عندي في الموبايل، فأنا طبعًا عايزة أفرمط كل اللي عليه، فبانزّل لكم على طول كده الفيديو حتى لو سريع. جِبت هنا كوباية زيت وحطيت عليها معلقة كبيرة اللي هي المعلقة الكبيرة ديّة، معلقة ونُص كده دقيق، وهاركنها على جنب. هاقول لكم هنعمل بيها إيه دلوقتي دي. شايفين ما شاء الله العجينة نعمت معايا إزاي، وما خدتش عجن ولا أي حاجة خالص،
وزي الفل. بس هامسح إيديّا كده بالزيت وهامسح الصينية اللي أنا هاحطها عليه. مش هاعاير خالص العجينة. أنا باعملها كده على قد الكعورة بتاعة إيديّا، يعني شايفين الإيديّا كده زي ما أنا باورّيكم كده، هي قد كده. اللي عايز يقيس بقى ويقيس 50 جرام، 100 جرام، أنا طلعوا معايا 17 يعني 17 اللي هي العيش السوري. تمام، أنا هاجيب كده واحدة، واحدة، هاحط دقيق على الكونتر، وهاجيب واحدة، واحدة كده وافردها. هاعملها مش كبيرة ولا أي حاجة، هاعملها زي القرصة كده واركنها على جنب، وهاعمل كل المقاسات اللي أنا هاعمل كل 4 مع بعض. هاعمل كل 4 بالطريقة دي مع بعض، ولمّا تحطيهم على بعضيهم ما تحطّهمش خالص يريّحوا. يعني بعد أمّا تحطّي كده، هنحط مع بعضينا الزيت دلوقتي اللي إحنا كُنّا عملناه بدقيق. وما تنسيش حكاية الزيت والدقيق ديّة حلوة جدًا، لو فاض منِّك حطّيه في كيس وشيليه واعملي بيه مرّة تانية أي حاجة برضه كده. هيطلع معاكِ زي الفطير كده وجميل جدًا. بُصّوا هنا بقى أنا هاضبّط كده ومش هاخلّي دقيق على الكونتر خالص، وهاروح عاملة إيه بقى، جايبة واحدة، واحدة، وجايبة اللي هي بتاعة اللي إحنا عملناها. عملت زي الطحينة، يعني معمولة زي الطحينة كده، بالفرشة كده وتمليها كلّها على بعضها، الجناب وكل حاجة، وتروحي حاطة عليها التانية وما تفرديش خالص دلوقتي. تروحي برضه حاطة كده عاملة ال4 بالطريقة دي. ولمّا تيجي تفردي بالنشابة ما تدوسيش عليها، يعني خلّي إيديكِ خفيفة أوي على قد ما تقدري. هيطلع معاكِ والله عيش جميل جدًا وحلو أوي. أنا بقى لي سنين باعمل العيش دوّة، باحب أعمله يعني في البيت وكده، فبيطلع حلو جدًا. بس كنت باعمله بصراحة واحدة، واحدة، يعني مش باعمله على بعضه كده. كده مش هياخد معاكِ وقت خالص. أنا حاطة الجريل على البوتاجاز و وعلّيت عليه في الأول وبعد كده وطّيت عليه. وهنحط دلوقتي مع بعضينا وهنجرّب يعني هاجرّب كده معاكم 4، 4 وهاورّيكم عاملين إزاي وهيطلعوا معاكِ بكل سهولة. الرقاق الطري أو العيش السوري، بُصّي حسب بقى الحجم اللي أنتِ عايزاه اعمليه. بُصّي أنا باحاول أدوّر على قد ما أقدر، طبعًا المكان ضيّق فأنا مش عارفة أتحكّم فيه. أنتِ لو عندِك مكان تتحكّمي فيه وكده، يعني على قد ما تقدري ما تكبّريش أوي يعني، وما تكبّريهاش زيادة عن اللزوم علشان ما تتقطعش منِّك يعني. بُصّوا أنا هاحطها بقى هاخش كده أحطها معاكم على الجريل. الجريل كده أنا حطيته في الأول وبعدين وطّيت عليه. تمام. كده أول ما تحطيه ولا تيجي جنبه ولا أي حاجة خالص، سيبيه لحد ما يتشمّع من تحت وتروحي قلباه على الناحية التانية. هتطلّعي واحدة، واحدة معاها. بُصّي أنا مسرّعة والله، بس والله العظيم جميلة جدًا، وكمان اتعمل بسهولة جدًا وسريع أوي. معلش أنا آسفة على رغيي، بس والله حبّيت إن أنا أوصّل لِك الفكرة يعني. جِبت كده جِبت القماشة دي وحطيتها كده وباطلّع عليها واغطّيه، علشان طبعًا إحنا في الشتا وما ينشفش منِّك. هو مش هينشف، هو بُصّوا الطريقة بتاعة اللي إحنا بنحطها في النُص دي مش هينشف معاكِ، بس عشان برضه ما يبردش منِّك كده ويبقى هافرد معاكِ على طول التانيين ال4 التانيين عملتهم. طبعًا كنت مجهّزاهم وعلى أساس إن أنا عملتهم على طول ما سِبتهمش يخمروا. اوعي تسيبيهم يخمروا. بُصّوا شايفة ما شاء الله بتقِب إزاي؟ أنا بس عشان مسرّعة مش باين أوي يعني. هتسيبيه لحد برضه ما يستوي الناحية التانية وتحسّي بقى إن هو يطلع بتقِب معاكِ. هتلاقي نَفْسها كده الرقاقة بتطلع معاكِ بكل سهولة، يعني هتلاقيها قَبِّت هي لوحدها سبحان الله كده جميلة جدًا الطريقة دي. بُصّوا أنا كنت ناسية الأستك معايا في إيديّا وأتاريه عمّال يقطّع في إيديّا وأنا ما خدتش بالي، واللهم لك الحمد يعني في الآخر لقيته إن أنا عشان كنت بامسك باعمل الشاورما بيه أو اللي كنت باعملها، عشان كنت لابسة جوانتي يعني.
هنا كنت باحمّر بطاطس كمان، وبُصّوا ما أنا عايزة أورّيكم يعني الطراوة بتاعة العيش جميلة جدًا، ولا هتجيبي بعد كده خالص عيش من برّه. جِبت هنا بقى الستريبس بتاعي وسريعة بقى وكده، ورُحت إيه، شِلت البطاطس ورُحت حاطة حاطاه يتحمّر. لو مش عايزة كده خلاص بتعمليه زي ما هو من غير ما تحطيه في، يعني بتعمليه بتشوّحيه وكده، لكن أنا ما عنديش حاجة إن أنا أحط عليها، يعني ما عنديش فلفل ألوان، الفلفل الألوان طبعًا مفرّز وكده ولسه متلج يعني. فأنا حبيت إن أنا أعملها على طول كده، حمّرته وطلع معايا روعة وطعمه جميل. شايفين بقى التومية يعني جمدت، مع إن أنا حاطينها سايلة، طلعت يعني جامدة وجميلة جدًا وطعمها تحفة، ما تحدّقاهاش وما تخلّيهاش دلعة، يعني عاملة زي إيه، هاقول لِك أنا عاملة زي إيه، هي عاملة زي المايونيز كده، يعني هي بس مش طعم المايونيز، هي عاملة زي المايونيز، بس تقلت يعني تقلت في التلاجة. حطيت هنا بقى وعملت كده حسب بقى عايزة أعمله بقى اللي هي المثلث دوّة، عايزة أعملها اللي هي التانية، عملتها بطاطس وعملتها بس حطيت فيها التومية، اديتها طعم جميل أوي، 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 التومية حلوة. وعملت بالبطاطس وعملت كده الكمية دي وما شاء الله زي ما قُلت لِك 17 رغيف من العيش بتاع دوّة العيش السوري ده، 17 رغيف من الكيلو الدقيق. هاشيل بقى منّه، هاعمل بقى كده أحطّهم مع بعضيهم واشيله طري، ولمّا تيجي تطلّعيه، تطلّعيه قبليها يعني بساعة والّا حاجة وتروحي إيه، عاملة بيه، حسب بقى الجو يعني. هنا أنا كنت هاجيب اللي هي الدهان اللي أنا كنت عاملة بيه اللي بين لقيته إن هو بيلسع لي هيلسعها لي يعني، فلمّا تجيبي الزيت أحسن منها، يعني تجيبي زيت كده وادهني العيش كده وأنتِ بتحطيه في الطاسة، حتى هتلاقوا الدقيق بُصّوا عمل إزاي في الطاسة من تحت، فلأ ما تحطيش كده. أنا أعمل بقى أنضّف الطاسة وأحط لها بقى إيه بالزيت أحسن. يا رب يكون وصّلت لكم كده الفكرة، وإن شاء الله تعجبكم وما أكونش يعني عمّالة بس أرغي وخلاص، يا رب تعملوا لي كده اللايك عشان أنا اللايك بيوصل لي وكل حاجة والحمد لله، بس المشتركين ما أعرفش راحوا فين، اتبخّروا راحوا فين بصراحة، فالله المستعان يعني، فربنا يقدّرني كده إن شاء الله وأقدر إن أنا أنزّل لكم فيديوهات على قد ما أقدر. ويا رب تكون بتعجبكم وتستفادوا منها، نستفاد، يعني إحنا عايزين نستفاد من بعضينا. بُصّوا معاكم بقى كده طالعة روعة وجميلة وطعمها جميل حلو أوي، 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 ما يغركوش الشكل كده إن هي لأ، هي والله العظيم جميلة أوي، شايفين العيش رقيق إزاي ومحمّص وجميل أوي، أوي، أوي. جرّبوا الطريقة دي وادعوا لي كده وربنا إن شاء الله يستجاب منكم في علم الغيب و وقولوا لي إيه رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإحنا هنشيل بقى منها اللي حطيناه دوّة فطير والله عامل زي الفطير، مع ألف سلامة وفي رعاية الله، ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات إيه رأيكم، ولو عايزين تسألوا أي سؤال أنا تحت أمركم، أنا هنا هاشيل الشاورما وهاكل من دُولة بألف هنا وشفا لكل اللي يجربها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.